تخيل إن أقرب شخص ليك. إيه اللي ممكن يحصل لو أقرب الناس ليك وأكتر شخص بتثق فيه طلع هو نفسه أكبر عدو ليك؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مصر القديمة كان في ملك شاب اسمه توت عنخ آمون. حكم وهو لسه طفل عنده 9 سنين، وبسبب صغر سنه كان بيعتمد على مجموعة من المستشارين الكبار عشان يساعدوه في حكم البلاد. أهم وأقوى مستشار فيهم كان الوزير المخضرم آي كان زي ظل الملك، إيده اليمين اللي ما بيستغناش عنها، والكل كان بيشوفه الأب الروحي للفرعون الصغير. كان بيظهر له كل الولاء والاحترام في العلن، وبيقدم نفسه على إنه الحامي الأمين للعرش الصغير. لكن في الخفاء ورا جدران القصر العظيم كانت بتتحاك مؤامرة من نار. الداهية الكبير كان بيخطط بهدوء عشان يوصل للعرش. كان شايف في توت عنخ آمون مجرد طفل ساذج سهل التلاعب بيه. بدأ يزرع رجاله في كل مكان حساس في القصر ويسيطر على مفاصل الدولة بالتدريج. كان بيستغل أي فرصة عشان يظهر ضعف الملك وقلة خبرته قدام الناس والكهنة.